صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلامة. وحشوني من الفيديو اللي فات. ايه رأيكم بقى في الكبدة العظمة ديت؟ بالكبده بالرده بجد تحفه. بصوا كده، مقرمشه من بره وطريه من جوه، بجد تحفه. مع شويه بقى سلطه خضراء، مع شويه مكرونه محمرين كده، زي ما بتحبوا بقى جنبها مكرونه او رز او اي حاجه تحبوها جنبها. هي حتى لو هتتاكل كده حبيب قلبي بالعيش كده والسلطه، بتبقى الله على الجمال. طعمها جميل جدا وتحفه، وطريقتها سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص. بوريكم الله، طعمها جميل جدا. جربوها بقى بالطريقه ديت وبجد هتعجبكم. حاجه كده مشرفه وحاجه سريعه، ما خدتش مننا وقت خالص، وحاجه بجد عسل. تستاهل بقى منكم لايكات حبايب قلبي، وتشجعونا وتعملوا لنا شير للفيديو عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. حبايبي بقى نسمي كده بالرحمن ونخش على الوصفه بتاعتنا الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو بقى من الكبده كده، الشرايح كده، او الكبده البانيه زي ما عامله كده زي البانيه. المقادير بتاعتها سهله خالص. معايا ميه بصل، معايا كوبايه من ميه البصل، معايا نص معلقه من الثوم المفروم. المقادير بقى سهله وبسيطه. توم بودر، بصل بودر، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بس كده. هننزل بقى بالميه البصل دي زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، مع الثوم مع التوابل، وهنقلب بقى الخليط كله ده مع بعضه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. المحلول ده بجد جميل جدا، بيدي الطعم جميل جدا للكبده حبايب قلبي. جربوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم قوي. واكتبوا لي بقى في الكومنتات وايه رايكم. هننزل بقى بشرايح الكبده الجميله ديت حبايب قلبي، هنحطها بقى كلها كده في قلب المحلول ده او في التتبيله الجميله ديت، وهنركنها بقى كده. نكمل بقى بقيه الوصفه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، معايا رده ناعمه وجايباها من عند العطار. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، معلقه كبيره او معلقه ونص من الفيجيتار، معلقتين كبار من الدقيق. التوابل اللي انا حطيتها في الكبده حبيب قلبي: الثوم بودر، البصل بودر، الملح، الكمون، الكزبره، الفلفل الاسمر. وهنقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه كده حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. بيدينا بقى كفر جميل كده للكبده، وقرمشه جميله للفيجيتار، بتدينا القرمشه الجميله ديت للكبده حبايب قلبي. بجد بتخليها طعمها في مكان تاني خالص، بجد تحفه واحسن من المطاعم. وحاجه نظيفه بقى في بيتك كده، وعاملاها كده لاولادك، حاجه جميله بجد. تسلم ايدك، كل اللي هيدوقها هيقولك تسلم ايدك بألف هنا. كده حبايب قلبي هنجيب بقى من الشرايح البانيه ديت او الكبده، هنحطها بقى كده في الردة ونقلبها كويس. لازم نشبعها من الردة حبايب قلبي. بقى نجيب بقى الكمية زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة. الكبدة ما بتاخدش وقت خالص على النار يا حبايب قلبي في الزيت. اعمل بقى كمية كده تبقى جاهزة معايا، احطها في قلب الطاسة بتاعتنا او القلاية بتاعتنا. عقبال ما اجهز بقى كده هحط شويه وارجع تاني اكمل الباقي. هنبقى في التوقيت ده حطينا بقى الزيت على النار او الطاسه بتاعتنا على النار. الزيت بقى كده يسخن معانا، هننزل بقى كده الكبده ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى حاجه كده اوسع لنفسي، شوكه كده، اقوم موسعه بقى بقيت كده الشرايح كده، واحط بقى حته كمان. هتاخد بقى لون من هنا، اقوم مقلباها تاخد اللون من الوش التاني. بصوا كده الجمال، الله على الجمال، حاجه بجد جميله جدا. انا بشوفها كده اللي بتستوي معايا بقوم مطلعاها على طول واحط غيرها، عشان الزيت بتاعنا ما يغمقش معانا. بصوا كده الجمال، الله اكبر. والكفر بتاعها جميل جدا، مش محتاج كلام. هنخلص بقى الكميه بتاعتنا كلها يا حبايب قلبي، ونجيبها بقى في التقديم وهوريها لكم بنفس بردك الفيديو في الاول زي ما انتم شايفين. الله على الجمال، بصوا كده الجمال والحلاوه، حاجه بجد احسن، حاجه بجد مشرفه.
وطعمها بجد تحفة. جربوا بقى الطريقة ديت هتعجبكم قوي، وبجد ما تنسوناش باللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله، في حفظ الله.